حطي التفاح في الخلاط وصدقيني مش هتندمي ابدا. معايا هنا 3 تفاحات قطعتهم زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة. بعد كده بقى جبت الكبة بتاعتي او الخلاط المتاح عندكم، وحطيت فيه التفاح، طبعا انا مقشراه. وبعد كده ضفت 3 كوبايات من الحليب، وهبتدي بقى اضيف 4 معالق من الدقيق، وهضيف كمان 4 معالق من السكر، او طبعا على حسب ما تحبوا، احنا مش هنزود لان كده كده التفاح مسكر. وهضربهم بقى كده في الكبة. بعد ما ضربتهم بقى هجيب مصفى ضيقة وهصفي الخليط بتاعي، عشان طبعا يعني اي حاجة تكون موجودة فيه. وبعد كده بقى هضيف كيس فانيليا عشان يدي ريحة معايا. هقلب بقى المكونات بتاعتي كده، وبعد كده هرفعها على النار، وهقلب بقى فيها لحد ما الخليط بتاعي يبتدي بقى ان هو ايه، يتقل معايا. خلاص بقى كده تمام. هشيله بقى من على النار. طبعا انا هكون محضرة الكوبايات بتاعتي. انا كنت حاطه 5 كوبايات، بس الكمية دي عملت معايا 4 كوبايات. خلاص كده بقى بعد ما حطيناها نسيبه يبرد بقى كده براحته خالص في التلاجة، لحد ما نحضر الطبقة اللي هتبقى فوق على الوش. هجيب بقى الطاسة بتاعتي على النار، وهجيب نص كوباية كده من السكر، وهحطها بقى في الطاسة وهسيبه لحد ما يتكرمل معايا. بقى هبتدي اقلبه، هقلب بقى كده لحد ما خلاص كده السكر بتاعي كله يدوب خالص. زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى كوباية مية، وهضيف فيها معلقة من النشا، وهنزل فيها على الطاسة بتاعتي بقى كده، وهبتدي بقى اقلب لحد ما كل التكتلات الموجودة معايا تفك. زي ما انتوا شايفين كده بقى معايا هنا طبقة كراميل. هبتدي بقى اضيفها على الكوبايات بتاعتي. عايزة اقول لكم ان الطبق ده بجد يعني قيمته الغذائية عالية جدا. طبعا هو كله يعني تفاح مع لبن مع دقيق، يعني بجد يعني حاجة حلوة جدا للأطفال. جربوا تعملوا لهم وبجد هيعجبهم جدا. هنحطه بقى في التلاجة لحد ما يمسك مع بعضه. وهنا بقى بعد ما طلعناه من التلاجة زي ما انتم شايفين كده بجد جميل جدا. جربوا تعملوه لولادكم وهيعجبهم جدا وهيطلبوه منكم على طول. وخاصة التفاح في أطفال ما بيرضوش ياكلوه. لما تحطوه كده مع اللبن هيعجبهم جدا، وهم اللي هيطلبوه منكم كمان. جربوه هيعجبكم، ما تنسوش تجربوه تقولوا لنا رأيكم. شايفين بجد طعمه جميل جدا.